السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي للأبد. مفيش صوت في مصر والعالم العربي حاليا يعلو على صوت مباراة كرة القدم بين الأهلي والزمالك. الأهلي بطل أفريقيا دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية. لقاء غاب بقاله 30 سنة، يعني بقالنا 30 سنة ما لعبناش الزمالك في كأس السوبر الأفريقي. مباراة مهمة جدا طبعا للطرفين، ما نقدرش نتكلم إذا كان مهمة طبعا للنادي الأهلي علشان يواصل انتصاراته على فريق نادي الزمالك، يواصل انتصاراته والفوز بالبطولات مع القائد والمدرب والمدير الفني بتاعنا مارسيل كولر، علشان يفضل الأهلي في القمة. الأهلي طبعا أكتر فريق في القارة فاز بكأس السوبر، أكتر فريق فايز بدوري الأبطال، أكتر فريق فايز بكل حاجة، هو ملك اللعبة وبابا الشغلانة وبابا المجال في أفريقيا وفي العالم العربي كله. الزمالك مهمة جدا طبعا المباراة بالنسبة له، انتوا عارفين فوز الزمالك على الأهلي بطولة، فما بالك بقى إن دي كمان بطولة. يعني هو لما فاز على الأهلي 2-0 في الدور الأول كانت بالنسبة له هو خد البطولة خلاص، مع إنه ما كانش بينافس وفي المركز ال80، بس خلاص هو خد بطولة بالنسبة له. فطبعا لما ياخد بطوله من النادي الاهلي وبطوله افريقيه كمان كاس السوبر هتبقى حاجه بالنسبه له، يعني مش عايز اقول لكم يعني ايه اللي هيحصل. فانا طبعا اتمنى ان الاهلي ان شاء الله يفوز بالبطوله، يعني هي بطوله بماتش، فالاهلي يفوز ويريحنا زي ما ريحنا من صداع القضيه. ممكن طبعا لو فازوا بدوري الابطال في 2019 ده يا نهار اسود، كان زمانهم بيحتفلوا بيه لغايه دلوقتي، 5 سنين كامله بيحتفلوا بدوري الابطال. فمجدي قفشه الحمد لله ان هو ريحنا من الزيطه والصداع ده. فبرضه يا ريت الاهلي ينزل يفنش، ينزل خلص. عندك تيم ما شاء الله جامد من اول الدفاع، ايا كان مين اللي هيلعب بقى، يعني الشناوي شوبير الاثنين جامدين جدا. الدفاع رامي اشرف داري ياسر ابراهيم الثلاثه جامدين جدا. محمد هاني عمر كمال ما شاء الله. على الشمال يحيى عطية الله الماتش اللي فات اثبت ان هو صفقه ناجحه ومستنيين منه كتير طبعا في ماتش الزمالك. خط النص عندك اكرم وعندك مروان وعندك امام وعندك قفشه وعندك كوكا، عندك السوليه، عندك عمر الساعي الصفقه الجديده اللي جايه من الاسماعيلي. الهجوم عندك بيرسي تاو وعندك رضا سليم، عندك حسين وعندك طاهر وعندك كهربا وسام ابو علي. ففريق الاهلي ما شاء الله مكتمل من كل النواحي. خط دفاع حكايه بالجون بتاعه طبعا، خط نص، وهم دول يعني انا في رايي ان هم دول دايما نقطه القوه في النادي الاهلي بعكس نادي الزمالك. يعني انا هنقول بصراحه جول كيبر مستوى مفيش. خط الدفاع بقى المسلوسي وحسام عبد المجيد واللي موجودين الزناري ما يعرفوش حاجه عن الدفاع. عمر جابر والشمال بقى ايا كان مين اللي هيلعب برضو، يعني ممكن شحاته يبدا وعمر جابر برضو مفيش. خط النص دونجا ومين تاني هيلعب جنبه، الدنيا ضايعه. يعني هي نقط القوة في الأهلي عكسها تماما في الزمالك. هجوم عندهم هجوم كويس، عندهم زيزو وعندهم ناصر ماهر وعبد الله السعيد وشلبي ومشلاك اللعيب الجديد ده اللي جايبينه من السعودية، فأكيد هنشوف خط هجوم قوي في الزمالك، لكن باقي الخطوط في الطراوة. فالأهلي أكيد هيلعب على نقط القوة بتاعته ونقط الضعف بتاعت الزمالك. فأتمنى إن الماتش يخلص بسرعة ننجز ننزل نطرقع للزمالك زي ما احنا متعودين 2 3 4 وشكرا، عشان نبقى قفلنا الماتش من اوله. حضور جماهيري طبعا رهيب 90% ولا 95%. هيكون الملعب احمر، الزملكاويه مش هيكونوا باينين اصلا، يعني حاجه كده يعني كانك بتعمل فراوله باللبن. لما بتعمل فراوله باللبن بيفضل لون الفراوله هو اللي طاغي لان اللون الاحمر. فان شاء الله باذن الله الفراوله هتعلم بكره. يلا ان شاء الله هنكون بكره مع بعض في الماتش ونشوف التحليل الفني للمباراه باذن الله بعد الماتش، ونتمنى الفوز للاهلي وكلنا بنقول السوبر يا اهلي. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع اهلاوي الابد. السلام عليكم.